تحياتي، معاكم مؤمن شلبي وحلقة جديدة في برنامجنا وبرنامجكم خواطر زملكاوي. كل اللي باقي 180 دقيقة، 180 دقيقة ويتكتب اسمك بحروف من نور في تاريخ نادي الزمالك. 180 دقيقة وملايين من العشاق تهتف باسمك في الشوارع والقهاوي والميادين. 180 دقيقة وجمهور عريض ينده عليك جوه الاستاد بكل حماس وتجري انت عليهم بفرحة. 180 دقيقة يحققوا حلم طفل لابس تيشيرتك وبيقول يا رب النصر. 180 دقيقة يفرحوا راجل عجوز نفسه يشوفك بطل قبل ما يودع حياته. 180 دقيقة وحلمك وحلمنا يبقى حقيقة. ركز، استرجل، قاتل، حارب، احرق النجيلة تحت رجليك، موت نفسك على كل كورة، كل التحام، كل تمريرة، كل تصويبة. فكر في المجد اللي هتوصل له. فكر في التاريخ اللي هتقعد تحكي لولادك وأحفادك ويستمر نسلك يفتخر بيه ليوم الدين. سادسة يا رب، سادسة يا زمالك. الزمالك يوم الاربع 12/10 الساعة 9 الصبح هيكون في جنوب افريقيا، ويوم السبت 15/10 هيلعب ماتش الذهاب مع صن داونز الجنوب افريقي. الهدف الاول ان الزمالك لا يستقبل اهداف، والتاني انه يحرز على الاقل هدف خارج الديار. الزمالك في مشوار البطولة كله احرز اهداف خارج ارضه فيما عدا ماتش صن داونز واللي برضه احرزنا فيه هدف، بس في نفسنا. الهدوء في التعامل مع الماتش والتنظيم في الملعب هيفرق كتير. ازاي تقتل الماتش في اوقات، وازاي تهدي الفريق اللي قدامك، حاجات بتيجي من الخبرة، ودي هتتمثل في ايمن حفني وطارق حامد وشيكا وابراهيم صلاح. الهجمة المرتدة المنظمة واستغلال سوء مستوى الدفاع وحارس المرمى الجنوب افريقي، وده اللي وضح جدا في ماتش الذهاب امام زيسكو الزامبي، هيدي الزمالك الافضلية باذن الله. نقفل على نفسنا ونركز ونذاكر الفريق الجنوب افريقي كويس، وننسى تصريحات مدربهم اللي جه القاهرة اول مرة بيقول انه مغلوب. السكة ما عادتش طويلة والحلم في ايدينا بيقرب. اعملوا اللي عليكم واحنا هنعمل اللي علينا يوم 23 في استاد برج العرب. هنكون موجودين ومفيش مكان لرجل، ومن اول لحظة لاخر لحظة هنهتف ونقول يا زمالك شدوا حيلكم، عاش الزمالك. الاعتراض الغير مبرر على حكم لقاء الذهاب الكيني ملوش اي 30 لازمة. اولا الراجل حكم للزمالك ماتشين والماتشين بره مصر، سنة 2014 في دور ال16 من دوري ابطال افريقيا امام نيكانا ريد ديفلز الزامبي، وانتهت بالتعادل السلبي من غير ولا انذار للعيب في الزمالك. والبطولة دي قدام بجاية الجزائري، وانتهت بفوز الزمالك بهدفين لكهربا وحمودي. الله يمسيك بالخير يا حمودي. يعني الراجل عادي جدا ومش كاره للعرب ولا كاره للزمالك ولا اي حاجة. تاني حاجة، الناس اللي بتقول انه هيخاف وهيكون مع اصحاب الارض، احب اقول ان ماتش المشكلة اللي اتضرب فيها كان في السودان بين الهلال السوداني وفيتا كلاب الكونغولي، وان ضربة الجزاء كانت ضد الهلال. يعني الراجل ما خافش من الجمهور ولا اصحاب الارض. بلاش اعتراض عمال على بطال، لانك كده وبمنتهى البساطة بتبرر للعيبة اي اخفاق بشكل مسبق، وبتقول من دلوقتي
ان الحكم السبب. شدوا حيلكم يا ولاد، السادسة يا زمالك. خرج علينا الاعلام بخبر تعيين واحد اسمه عمرو فتحي، عمر فتحي، حاجه كده، في الجهاز الفني كمساعد لمؤمن سليمان، والدنيا كلها قامت وقالت على الراجل اهلاوي. فطلع سياده المستشار مرتضى منصور نفى الخبر جمله وتفصيلا، ومؤمن سليمان ما اتكلمش اصلا مع اي حد من الاعلاميين في الفتره الاخيره، لانه مركز في 180 دقيقه الفاصله اللي جايه. ومع ذلك يطلع علينا اعلام يقول لا حصل وانا متاكد. طيب هو حضرتك يا سياده الاعلام الشهير عايزني اصدقك واكدب رئيس النادي اللي هو مسؤول عن كل حاجه في النادي، واللي ببساطه لو حصل كان هيتفاخر وهيطلع يقول ان مؤمن طلب ومجلس الاداره رفض؟ ده انت ربنا يشفيك، او ربنا يشفيك. موضوع فريم افريقيا يا زمالك على الفيس حاجه حلوه بجد والله. قد ايه انتوا مخلصين، قد ايه انتوا منتمين للنادي، وقد ايه انتوا ناس نظيفه. ربنا يفرحنا كلنا. خلصت حلقتنا. الحلقه اللي جايه هتكون بعد ماتش الذهاب. ادعوا، صلوا لربنا وادعوا من قلوبكم. يا رب، يا رب النصر. واشوفكم على خير ان شاء الله السبت الجاي. ولوحدك انت بس، بخلص لك انت بس، اسمع اسمك اشوف علمك يهمس قلبي همس. وبحبك يا زمالك، انا بحبك يا زمالك، وبحبك يا زمالك واموت فيك موت. وبحبك يا زمالك، بحبك يا زمالك.